سيكون الحدث الأكبر هو حادث السير الذي ستتعرض له دفنت. هذا الحادث لن يكون مجرد منعطف عابر، بل سيغير كل شيء في العلاقات بين الشخصيات. بمجرد وصول خبر الحادث سيتحرك كل من قادر وطلغا معا لإنقاذ دفنت. الخوف والقلق سيجبرهما على نسيان خلافاتهما مؤقتا والوقوف في صف واحد. وهنا ستظهر الحقيقة الأهم: قادر سيكتشف حجم مشاعره تجاه دفنت. الغضب الذي كان يملأ قلبه سيتحول فجأة إلى رعب من فكرة فقدانها، وسيبدأ الندم يسيطر عليه بسبب الكلمات الجارحة التي قالها لها ووصفها بالخيانة. لحسن الحظ دفنة ستنجو من الحادث دون إصابات خطيرة، لكن الجرح الأعمق سيكون في قلبها. كلمات قادر تركت أثرا لا يمكن نسيانه بسهولة، وهذا سيجعلها تعيد التفكير في علاقتها به بالكامل. حتى لو اعتذر لها فلن يكون الأمر سهلا. بعد خروجها من المستشفى سيدرك قادر أنه على وشك خسارة أهم شخص في حياته. سيبدأ بمحاولات جادة للتقرب منها والاعتذار وإثبات ندمه، لكن دفنة هذه المرة لن تعود إليه بسهولة. ستحتاج إلى مسافة ووقت لتتعافى من الألم الذي سببت لها. وهنا يدخل طلغن من جديد إلى الصورة. وقوفه بجانب دفنة ودعمه لها في أصعب أيامها سيعيد بينهما نوعا من التقارب. هذا التقارب سيشعل غيرة قادر، لكنها لن تكون غيرة عابرة، بل ستدفعه للقتال من أجل استعادة دفنة بكل قوته. أما نيلا فلن تضيع هذه الفرصة. ستحاول استغلال البعد بين قادر ودفنة لتقترب منه من جديد وتظهر له دعمها، لكن رغم غضبه من دفنة فإن قلب قادر لا يزال متعلقا بها. باختصار، حادث دفنة سيكون نقطة التحول. قادر سيواجه نفسه ويعترف بأهمية دفنة، وطلغن سيعود بقوة، ونيلا ستحاول قلب الطاولة. فهل سينجح قادر في استعادة ثقة دفنة قبل أن يخسرها للأبد؟